تفوق فيه الافضل في كل شيء. ولكن مشاهدينا اكيد اليوم نشوفوا في يوم حافل بالمباريات من ملعب ابو سليم، كذلك ملعب الخمس، وايضا في لقاء الديربي في ملعب الزاويه. نمشوا لمراسلنا الزميل احمد زايد. احمد، مساء الخير، ماذا لديك؟ مساء الخير فراس، تحية طيبة لك ولكافة الزملاء هناك في الغرفة الرئيسية بمدينة طرابلس. قبل انطلاق هذا اللقاء لابد أن نترحم على زميلنا المصور الذي كان يرافقنا في المباراة السابقة، مباراة فريق الأولمبي والاتحاد، المصور مروان الدغباجي، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. أما بخصوص مباراة ديربي الزاوية لهذا اليوم، حيث ينطلق بعد قليل لقاء ديربي مدينة الزاوية لأول مرة. طبعا فريق أساريا لكرة القدم يشارك في الدوري الممتاز، لأول مرة تكون في مدينة الزاوية ديربي يتابعه ويشاهده محبين كرة القدم في هذه المدينة. طبعا الأجواء مهيئة، الأجواء مشمسة، درجة الحرارة 26 درجة مئوية، كل الظروف مهيئة للعب مباراة كرة قدم. طبعا عديد من اللاعبين شاركوا في تشكيلة فريق الأولمبي وكذلك في فريق أساريا، منهم مساعد المدرب الحالي لفريق الأولمبي مروان مبروك، وكذلك المساعد الحالي لفريق أساريا مختار الكيكلي، وكثير من اللاعبين نذكر منهم مؤيد الجمودي، نصري كابوكا، يعقوب عبد الله، وعدد آخر من اللاعبين الذين شغلوا مع فريق أساريا أو سواء مع فريق الأولمبي. أما بخصوص تشكيلة الفريقين، نبدأ بتشكيل فريق أساريا. أيضا اللعب في حراسة المرمى أحمد عياد الذي أيضا شغل مع فريق الأولمبي، كان لاعبا في فريق الأولمبي. أيضا عفيف الجبالي، أحمد الكعامي، حمزة الصالحي، كوليبالي، البهلول، أبو سامين، سند الكوري، ماهر الختوني، ومؤيد الجمودي، وأحمد زكي، ويعقوب عبد الله. طبعا في دكة بدلاء فريق أساريا محي الدين المعجوب حارس مرمى، محمد الطبيب، ساسي الوسلاتي التونسي، سالم الرويمي، فرانسوا الكاميروني، محمد المندلسي، ونصر الدين كابوكا. والمدرب طبعا محمد كريم الزوغي، هو أيضا كان مدرب فريق الأولمبي في الموسم الماضي، ويساعده مختار الكوكلي، ومدرب الحراس أسامة سنوسي، ومدير الكرة رياض جمعة. طبعا في تشكيلة فريق الأولمبي بقيادة أسامة المندلسي حارس مرمى، طبعا يغيب الحارس السابق لفريق الأولمبي حمزة البرجي بداعي الإصابة، هشام الأجلف، عبد العزيز السويعي، محمد الكرماجي، ربيع اللافي، عثمان درامان، وطارق بشارة، وفراس شليك، ومحمد بالمختار، وجهاد شلدون، وإكواسي. بالنسبة للبدلاء حارس مرمى محمود الوعر، عبد العزيز السويعي أو عبد العزيز العموري، زهير الواصلي، علي الشتوي، يوسف فائق، إبراهيم، وجعفر جبودة يدخل في هذه المباراة كبديل. طبعا التونسي طارق ثابت مدرب، مساعد مروان مبروك، إداري نور الدين المصراتي، ومدير الكرة سمير عبود. طبعا في قيادة هذا اللقاء من ناحية التحكيم الحكم عبد الباسط شوب، يساعده أحمد ضيف وسالم المراكبي، وحكم رابع عبد المنعم أبو صلوعة، فيما يراقب هذا اللقاء المراقب الدولي السابق أحمد عاشور. هذا كل ما لدي زميلنا فراس، نامل أن نوفق في نقل هذا اللقاء، ولكم التحية. طيب، شكرا أكيد ليك زميل أحمد زايد، يعطيك الصحة على كل هذه المجهودات. كابتن